الفيلم كيبدا مع جوج دراري صحاب الحبيب واللبيب مريحين في السيبير كيدفعوا القرعه امريكا اللي جات فيها عون الاخر. ولكن الحبيب كان فيه الطياره وشاف واحد البنت عجباتو ومشى باش يشد النمره ديالها. تبع الحوم خرجوا خوته ولاد الحوم وجبعوهم بالزراوت والسيوفه. وصاحبو فاش شاف واحد خونا كان يضرب الحبيب كلو طيحو، فهما ولاو بجوج هاربين وبقاو هربانين بين الدروب حتى دخلوا واحد الدار وعتقاتهم واحد المراه وعاونتهم يخرجوا من داك الدرب ونقزوا السطح الاخر باش يدوروا الدرب بالمقلوب. ولكن بالصدمه انهم بقاو تما كيتسناوهم بالتمر والحليب. فالحبيب سرق الموتور وهرب هو وعشيرو. ومن بعد هاد النهار طوال البيب رجع لدارهم. كان هو المعلم الاول العائله ديالو خدام على راسو وعليهم. ولكن الحبيب كان العكس ديالو، كان بغى يولي مغني الراب ومعكاز وديما مطايف مع الاب ديالو. وبعد عام جاو النتائج ديال قرعه امريكان والبيب جاتو القرعه ولكن صاحبو لا واخا هكا قال لي انا ما غاديش يسمح فيه غادي يدي معاه. والحبيب بالفرحه ديالو مشى عند خطيبته باش تشارك مع الفرحه، لكن هي ما تسوقاتش ليه وقالت له كيفاش انت دفعتي لها بلا خبر ديالي. هو بغى يديها معاه لكن هي ما بغاش تخلي ماما مريضه هنا. وما عجباش الحال انه دفع القرعه وما قالهاش ليها. هو عاود ليها انه دفعها على الله ما كانش عول عليها اصلا وهي باش يقنعها، لكن هي ما بغاش ومشات بحالها. الموسيقى ديالنا كمرونه في الدار مع با مطايف معاه كالعاده. وتما بقى كيفكر كيفاش يمشي مع صاحبو الميريكا. وبدا ايام قرر انه يولي مرا تسمى تزوج به ويمشي معاه. اول حاجه دارها هي مشى حيد الشعر اللي فيه كامل في الجسم ديالو، ضل الماكياج لبس الشعر ديال العيالات وسمى راسو فاتي ومشى كيترين على المشي ديال العيالات اللي كيتمشاو بالطالو. ومن بعد هاد الكارثه اللي دار في راسو راه ما يقدرش يمشي عند الدار با حتى يقتلوه هو حي تما، وانه ما عندوش فلوس ديال لوطال. فبقى له حل واحد هو يمشي عند صاحبو البيب باش يدخلو معاه. تما مشى هضر مع اختو هي اللي هضرت مع الام ديالهم وان فاتي بنتها تجلس معاهم غير شي ايام وغتمشي بحالها حيت كتقلب على الكرا. مغربيه قلبها حنا قبلات بهذا الشيء. وجا الصباح ومشى للبيب عند المعرفه اللي هو صاحبه باش يعاونو يطلع على ورق مزوره صاحبو حبيب. ولكن قال لي انه خطيبته وما عندهاش لاكارت ناسيونال وكان عندها شي مشاكل باش ما دارتهمش وخاصو يصاوب لها لاكارت ناسيونال او باسبور. وتما اتفق معاه على انه يصاوب له هذا الامر، ولكن خاصو 45,000 درهم باش يقضي له هذا الغرض. معرفه اي غرض يقضي لك بد معاك اي حاجه كما كانت في الارض ولا فوق السماء وجبد له غير العاقه هو معاك. وفي نفس الوقت فاتي كانت غادا باش تصور ديال لاكارت والعنبه ما خلاو لها غير ينساو من النويطات ديال التطياح. تما هو سال الحبيب ويسب واحد خونا بواحد الصوت كلا مصدوم حيت جا المنظر ديال البنت والصوت ديال بوعو. ومشى تصور باش يصاوب لاكارت ناسيونال. ومورا مشاو عند الطبيب باش يدوزو شي تحليل تما باش يعرفوا انها ما مريضاش. ما لقاو الطبيب اللي هي مرا اللي عتقاتهم دوك المساخد اللي كانوا تابعينه في الحومه. قالت لي انها فايت شافتين وانكر وقال لها انه ما عمره ما شافها تما وشدوا التحليل وخرجوا. كان الحبيب كتطلع له في راسو هذا العالم ديال الانوثه، لكن البيب حاول يكالمي يعاود. وفاش طلعوا لاكارت مزوره ومشاو طلعوا حتى الباسبور المعرفه عرض عليهم باش يخرجوا واحد المطعم كاحتفال. هادشي عجب بيه الفاتي ورا انه يخدم معاه في الشركه وكان ديما كيتعنب عليه. هو كاع ما كان عارف انه كان دري. بعد المعرفه زاد خربق الدعوه يصلح ليها ويتزوج به هو غادي تعيش مع ملكه. اما البيب راه فاقع. وتما جا البيب وداه ومشاو للدار باش يديروا خطه يثبوا على المعرفه في الفلوس والوراق وطلعوا كلشي فابور. لقاوهم هو تما غدا للحمام وطلبت من فاتي انها تمشي معاه، لكن هي ما بغاتش بحجه انها مريضه وعيانه نهار كامل وكتقلب على الكرا وما عندهاش الحوايج. تما قالت لها ماشي مشكل حيت هي كانت موجوده كلشي وعندها حوايج بنتها اللي غتلبسهم فاتي. وعطاتها السلو مشاو معاها وغاديين في الطريق مصدومين حتى فاتي شافت الحمام وخافت من الكساله ودوك الاجواء اللي كيخلعوا ويسخف لهم في الباب. ناقص من الحمام ورجعوا للدار. قالت له دار البيب انها هذه حامله وبان داير شي كارثه وهربوا من دارهم. هو فاش قال لها لا راه عيانه هي قالت له انك كتدافع عليها وانت هو مول الفعله. وتما تعصبات وجرت عليها في الليل حيت ما بغاش تجيب لها الشوع. هو فاتي مشاو لقاو باش يشوفوا شي حل ويخرجوا من هذه الكارثه. وبالصدفه تلاقى مع خطيبته الاولى مريم اللي خدامه تما تتصل الماعن. شافته وخا هي كانت ما بغاتش تمشي معاه وتسافر معاه لكن باقا كتبغيه. وتما دارت ليه الشو انه كيخونها. فهو جرب بشويه وشرح لها الفيلم من الاول حتى الاخر وان هذاك غير الحبيب. لكن هي ما تيقاتوش حيت ما يمكنش يكون الحبيب كلها في ديك الحوايج ديال العيات وعنده داك البيروك ديال الشعر ماكياج كلشي. هي ما تيقاتش وقالت له انت خائن ومشات بحالها. ثم فاتي بعد ما عرفت انها ترونت في القهوه هربت بحالها وخرجت. في الزنقه واحد الاخ بسل عليها هو تعطيه بديريكت نعسات. وما جاو صحابو تابعينها كانوا يقتلوها حتى جا العساس وفكوها منهم. جا الصباح ورجع عند صاحبو قال لي انا مابقيتش غادي نمشي معكم ولا لعبه الدور حتى طلع له في راسو ومن التحرش والطنز كامل. ولكن البيب قال لي انا نبقى قد ما فات بقيت غير 7 ايام وطلع لهم الفيزا. وروج ديال اللي هو صاحبو نصحو باش انه يدير الحجاب باش يولي كلشي محترمه وعطاه الثقه. ومن فاتي يولي فاطمه. وبالفعل دار الحجاب عند المعرفه الشريك واش كعلي بان البيب هو اللي قال لي يدير الحجاب وهي ما كتبغيش هادشي بغيت البيب وكتبغيه هو المعرفه. وتما بقات تهضر مع بعض الرطبه انها تغريه وتنصب عليه وحاولت انها تبين لي انها معجبه به باش تخليه يطيح فيها عمى. والمعرفه عجبو الحال ويعرض على فاطمه باش تعشى معاه. هو جبد الفلوس من الصندوق اللي قدامه وعطاهم ليه بلا حساب. وهي في طريق خروجات تحول من فاطمه للحبيب وعطات للصحابه باش قالت له على الخطه اللي يديروا العشيه. ولكن السيكوريتي ديالو كان سمع هادشي وتبعها الطريق كله. وتما دخلوا معاه المطارق وعرفها غتنصب عليه فتبعوا في الطوبيس حتى وصل للصالون ديال العيات وهو ما قدرش يدخل من البيب. عطاه العشير والتقطاره باش يديرها ليه في العصير باش ينعسوا ونصبوا عليه. ومشى عنده الفيلا بالليل وتعشى وعطاه خاتم ديال الذهب منه انها تزوج به ديك الساعه. هو ناض باش يجيب كاس الماء لفاطمه وتما دات لي قرعه كامله ديال الدواء النعاس حتى هو بطريقه ما وحده تحكاو. وانا ما قلنا المعرفه نعس عيط لصاحبه باش يطمئنوا انه غيقضي الغرض. وداك الشيء اللي وقع ليه الفلوس ديالو والوراق وزاد صوروا معاه عريان باش بقى باش ما يهدرش معاهم لي اديو. وداز النهار وجا الصباح والخدام ديالو تلقى ان الشاف ديالو باقي مجال الخدمه مشى عنده للدار
للدار حيت خاف عليه. ثم المعرفه عرف انه غنصبوا عليه تما وطلب منه يحضيهم ويجيب لهم الخبر ديالهم، ولا كيهتمن ولاحظهم في اي بلاصه وعرف فين ساكنين وفين تيعمر وفين كياكل وفين كيشرب، عرف لهم كاع المعلومات. بعد هاد السيمانه ديال العذاب مشاو للقنصليه وخرجت لهم الفيزا، وفاطمه صيفطت تصور للمعرفه وهو عريان، وبينما كانوا جالسين كيحتفلوا في المطعم ديال القنصليه جا عندهم المعرفه وكان كيسول على فاتي، وخا هي كانت قدامه ما عرفات حيت عارف ان الحبيب غا صاحب اللبيب، عرفش انه يقدر ينصب عليه ويتحول لمراه. لان فاتي سافرات وما عرف فين مشات، وبقى مقلق منه وقال له لا جات صوني عليا. وداز النهار وفاتي مشات تكمل داكشي اللي بداتو ومشات للشركه عند المعرفه وسرقات ليه الفلوس كاملين، وفاش جا الخدام ديالو ضرباتو وهربات. البيب كان كيتوادى مع العائله وتما وصا خوه الصغير باش يحضي عائلته خشو والام ديالو حتى هو الراجل اللي كاين اب ديالو كان متوفي. وفي الجهه الاخرى الحبيب كان كيجمع الحوايجو وخلى بزاف د الفلوس لباه. المعرفه مشى عندهم للدار وكيقلب عليه لكن وصل معطل حيت كانوا هما جالسين في لوطيل هربوا، لكن اختو صونات عليه وقالت لهم انا شدو شادي صاحبهم واللي عاونوا في هذا الشيء وخاصهم يسلموا راسهم باش هذا يقدروا يطلقوه. وداو باش يقول لهم فين كاين، ولكن هو في الاول مبغاش يهضر، لكن فاش جبوه عصا قال لهم كلشي. وتما كانت العصابه قاصداهم اللوط حركوا المعرفه وصلوا، ولكن وصلوا معطل وطلع هو وجا يقلبوا عليهم لكن ما لقاهمش. تما مشاو في الطروبيل ديال الاخت ديال شادي تويوتا، شدوا الطريق ديال المطار كيقلبوا على الطروبيل تلقاهم وتبعوهم. لكن الاخت ديال شادي هربوا من طوكيو دريفت حتى هربت لهم وسط الزحام باللوتور وهربت لهم شطير. تويوتا دات لهم السوقان ديال مازيراتي وصلتهم للمطار وصل عليهم الشاف ديالنا ودات القصه للبوليس اللي تما، لكن هما متيقوش بقى كيخربق عليهم خرج في الهضره كيفاش ان راجل داخل لابس حوايج ديال العيات مجوجين عند العدول، فهو بان لهم غايب الجري عليهم ومشى. تما بقى كيتغنى معاهم وبينهم انه هو عنده الصح وما غاصله، هما داروا له منوط وداو يبرد شويه في البنيق الا ما رد عقلو في المطار. وتما طلعوا الطياره وهربوا من المغرب ونجحت لهم الخطه المستحيله وانهم يمشيو لامريكا. هربوا من المعرفه وداو ليه الفلوس ونصبوا عليه في كلشي. الخوات اللي كان كيديروا تاع حراميه داوهم له بجوج. نجحت لهم الخطه المستحيله ومشاو لامريكا فرغم الطريقه اللي خدموها ودوك الالاعيب. الاخر نجحت الخطه ومشاو لامريكا وهو ما سمحش في الصاحب ديالو. فالحبيب والبيب كانوا صحاب من العشره من الطفوله اللي داروا كاملين على الرجوله والافعال. هنا كيتسالى الفيلم ديالنا. كان معكم الولف بوي، تلاقاو في فيديو جديد. بيس.